بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لجميع الأخوات والإخوة على التفاعل ديالهم معنا. بداية أنوه بالمجهودات الجبارة اللي كيبذلها التنسيق الوطني والمتمثل في التضامن، سواء التضامن معنوي وكذا المادي. وكنحيي بحرارة مجموعة من الأخوات والإخوة اللي عبروا على التضامن ديالهم من خلال مجموعة من الأشكال النضالية بما فيها الوقفات وكذلك المساهمات المادية، واللي بلغني هو أنه الإخوان اللي تعرضوا للاقتطاعات والتوقيفات، الأخوات والإخوان كلهم عبروا على التضامن ديالهم. ومن هذا المنبر أعلن تضامني لا مشروط مع جميع الأخوات والإخوة الموقوفين، وكنتمنى أنه يتم طي هذا الملف هذا لما فيه مصلحة ديال البلد ديالنا وما فيه مصلحة للتلامذ ديالنا. كنتمناو في أقرب وقت ممكن هذا الملف ديال الموقوفين يتحل. وبطبيعة الحال كاين هناك عدة مستجدات في الساحة التعليمية، وعلى رأسها الوقفة التضامنية اللي غتكون إن شاء الله يوم الأحد 3 مارس 2024 أمام مبنى البرلمان، واللي هي عبارة عن محطة مهمة جدا. من هذا المنبر كنتمنى أنها تعرف واحد النجاح والمساهمة ديال مجموعة من الإخوان والأخوات داخل التنسيق الوطني وكذلك الجمعيات الحقوقية. وبطبيعة الحال حنا عندنا اليقين بأن الأخوات والإخوة غيساهموا بكثافة باش يعبروا على التضامن ديالهم مع جميع الإخوان اللي تعرضوا للتعسف من خلال التوقيفات ومن خلال الاقتطاعات. كاين فيما يتعلق بالتنسيق الوطني كنذكر انه تم عقد لقاء دراسي مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتواجدة بالقرب من الورد من الإذاعة الوطنية، وكذلك بالقرب من حسان. وهذا اللقاء الدراسي اللي عرف واحد الحضور ديال مجموعة من الفعاليات، وبطبيعة الحال الإخوان استمتعوا بالعروض التي تم تقديمها من طرف مجموعة من أساتذة، كاين منهم الدكتور منجيب، واللي استعرض كرونولوجيا ديال ما عرفه قطاع التعليم منذ الاستقلال إلى الآن. ومن هذا المنبر كنحيي الأخ منجيب على المجموعة ديال على الموضوع اللي تم التطرق ليه، واللي من خلاله عطانا واحد مجموعة ديال الأمور اللي عندها علاقة بقطاع التعليم. كذلك بطبيعة الحال هذا اللقاء الدراسي اللي كان داز يوم الأحد 25 فبراير 2004، وكان بطبيعة الحال لقاء دراسي ناجح، واللي كانت فيه تدخلات كذلك ديال بعض الأعضاء ديال التنسيقية، منهم الأخ العياشي تكركرة، منهم الأخ عضو من الثانوي التأهيلي، التنسيقية الوطنية الثانوي التأهيلي. بالنسبة كذلك الساحة عرفت واحد المجموعة ديال البيانات والبلاغات. كاين بيان ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، واللي شار فيه إلى أنه يرفض رفضا تاما بطبيعة الحال هذه الاقتطاعات والتوقيفات اللي تعرضوا لها مجموعة من الأخوات والإخوة.
وكذلك يناشد جميع الأخوات والإخوة أنهم يساهموا في الوقفة الاحتجاجية الوطنية اللي هي غتكون أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس، أي الأحد المقبل. كاين كذلك التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلام. وعلى ذكر كاين مجموعة من الأخوات والإخوة من خلال التفاعل ديالهم كيقولوا لي علاش ما كتكلمش على المتقاعدين المقصيين. فعلا انا انتمي الى التنسيقيه الوطنيه للمقصيين لموظفي بطبيعه الحال وزاره التربيه الوطنيه المقصيين من خارج السلام، مضمن في اتفاق 26 ابريل 2011. ولكن انا كنتكلم بالصفه ديال عضو ديال التنسيق الوطني. صحيح انه مجموعه من الفئات كتعرض للحيف، وعلى راسها الفئه التي انتمي اليها اللي هي فئه ديال المتقاعدين. ومن هاد غنستغل الفرصه باش نعطيها واحد المقارنه بين الوضعيه اللي كيعيشوها المتقاعدين بصفه عامه والوضعيه اللي كيعيشوها متقاعدي التعليم مقارنه، لان المسؤولين عزيز عليهم المقارنه بعض الاحيان يجيبوا شي اجتهادات كيقارنونا مع فرنسا ولا مع شي دوله في اوروبا ولا مع امريكا، ولكن كينساو بانه هاد المتقاعدين بطبيعه الحال ديال اوروبا راه عندهم واحد المجموعه ديال الامتيازات كثيره. كاين الزياده بطبيعه الحال في الاجور، كيكون ما يسمى بالسلم المتحرك، وكاين كذلك عده امتيازات منها الخدمات الاجتماعيه على راس التطبيب. كذلك كيشجعوهم على انه بطبيعه يقوم بواحد المجموعه ديال الرحلات، كيشجعوهم على السياحه، كيهتموا بهم واحد الاهتمام اللي هو كبير، لا لشيء الا لان هاد الناس هادو قدموا واحد الخدمات كبيره، وخاصه في قطاع التعليم. وحنا كنعرفوا قطاع التعليم هو قطاع حيوي وقطاع منتج، واللي هو المنبع اللي ديال جميع القطاعات الاخرى. بالنسبه للاخوات الاخوان اللي كيتسائلوا على الجديد، انا دائما اركز على واحد المساله، وهذا بطبيعه الحال خرج باستنتاج من خلال التجربه المتواضعه في الساحه النضاليه. انا مزيان هاد بطبيعه الحال مره يتساءلوا الاخوان على شنو المستجدات، ولكن المستجدات راه ما يمكنش يكون سلبيه ديال الملف ديالنا اللي هو حق من الحقوق، لانه لا يعقل انه دار اتفاق بين حكومه عباس الفاسي 26 ابريل 2011 بين المركزيه النقابيه والحكومه وما تمش التفعيل ديالو. هذا هو اللي كنركزوا عليه. وبالتالي فالجديد هو اننا ننزلوا للساحه بكثافه. راه ما كاينش لحد الساعه الملف ديالنا هو الملف الوحيد اللي ما تمش التطرق ليه، ناهيك على واحد المجموعه الملفات اللي ما حلوهاش، ولكن الملف ديالنا راه ما تمش الاشاره اليه، كاننا في كوكب اخر. علما اننا انا كنتكلم على التنسيقيه اللي كنتمي ليها، عقدنا لقاءات مع واحد المجموعه ديال المسؤولين سواء في الحزاب ديال اليمين ولا ديال اليسار، وكذلك عقدنا لقاءات مع ممثلين في البرلمان وكذلك في مجلس المستشارين، وعقدنا عده لقاءات مع مسؤولين مع الكتاب العامين ديال النقابات التعليميه. ولا بغيتو نذكروا الاسماء راه نذكروا الاسماء. جلسنا مع الاخ فراشين ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في مدينه الدار البيضاء، وجلسنا مع الصادق الرغيوي ديال النقابه الوطنيه للتعليم الفداشه الفيدراليه الديمقراطيه للشغل، وجلسنا مع يوسف علاكوش ديال الجامعه الحره المنضويه تحت لواء الاتحاد العام للشغال المغرب، وجلسنا مع السي معصيد ومع النائب ديالو الخفيفي ديال اليو تي ديال النقابه الوطنيه للتعليم ديال الاتحاد المغربي للشغل، وجلسنا مع الاف ان او. هادو كاملين مع عبد الله غميمط
غميمط بطبيعه الحال ومجموعه ديال الاخوان المناضلين داخل الاف ان او. وبطبيعه الحال في البدايه كانت هاد النقابه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي الاف ان او كانت انضمت الى الحراك. وبطبيعه الحال كان هناك امل كبير عند الاخوان في التنسيقيات انه يواصلوا النضال، ولكن بين عشيه وضحاها عرفتوا بطبيعه الحال ما وقع. ان في البدايه كانت كتشبت بالتنسيقيات وبالتنسيق الوطني، ولكن من بعد ما عرفناش الاسباب كيفاش تنسحبت وانضمت للنقابه الاربع. وبطبيعه الحال هذا كان يطرح عده علامات استفهام. كنتمنوا ان يكون المانع خير، ولكن حنا داخل التنسيق الوطني ولينا كنوعاو بانه خصنا نعتمدوا على نفوسنا بالدرجه الاولى. كذلك داخل الجمعيه اللي كنتمي ليها خصنا نعتمدوا على الامكانيات ديالنا. واعتقد انه الى تم بطبيعه الحال المشاركه الفعاله ديال مجموعه من الاخوات والاخوان، راه ما ننتظروش انه غيعطيونا كاملين الحق في طبق من ذهب. راه لابد من الاستماته ومن النضال ومن تغيير الاشكال النضاليه باش كيمكن لك توصل لواحد انك تقنع الطرف الاخر انه يجلس ويعاود، خاصه بعد صدور النظام الاساسي. كاين اشارات في الكواليس بانه كاين البعض اللي كيحاول يعطي مبررات، كيقول لك راه ربما الملف ديالنا غيتم النقاش ديالو بطبيعه مركزيا، اي بين مركزيه النقابيه والحكومه. كنتمناو حنا عندنا دائما نعيش على الامل، ولكن كما تيقولوا دير النيه، ماشي حدا نعس مع الحيه، دير النيه وحدي من الحيه، لان ما بقيناش كنتيقوا. راه النضال علمنا اننا ما نتيقوش، لانه الشعارات فواد، ولكن ما يقع في الواقع يختلف على الشعارات. وبالتالي انا غنرجع للاخوه والاخوات اللي كيتسائلوا على الجديد. انا كنقولها لكم واتحمل كامل المسؤوليه فيما اقول. الجديد راه هو النضال، راه ما نكذبوش على نفوسنا. الجديد هو النضال. وانا قلت لكم المره اللي فاتت في عده لقاءات انه حنا اللي عندنا الايجابي بالنسبه للمتقاعدين، علم انه المكان الطبيعي ديالنا، كنعاود نكررها ونعاود نسميتو، المكان الطبيعي ديالنا راه هو نكونوا في شي مكان اللي هو شي منتجع سياحي، وكنتمتعوا كنحسوا فعلا باننا كنتمتعوا بالتقاعد ديالنا على غرار متقاعدين في اوروبا وفي امريكا وفي واحد المجموعه من الدول اللي كتعطي قيمه فعلا للمتقاعدين. مع الاسف الشديد حنا قدمنا خدمات جليله، خدمه لبلادنا الوطن ديالنا اللي كنبغيوه، وخدمه كذلك بطبيعه الحال لرجال المستقبل ونساء المستقبل. ولكن مع الاسف الشديد لقينا نفوسنا اننا واحد المجموعه ديال الامور اللي ما تمش الاستجابه لها، بالرغم من الوقفات الكثيره والبيانات اللي صدرنا والمنابر الاعلاميه. وعلى ذكر المنابر الاعلاميه كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه اللي واكبت الحراك واللي واكبت النضالات ديالنا، وكنتمناو يزيدوا يكتفوا هذا سميتو. ومن هذا المنبر كنحيي جميع الاخوات والاخوه اللي ساهموا في المحطات النضاليه، وكنقول لهم حنا الامتياز اللي عندنا هو انه ما كاين لا اقتطاع ولا توقيف. الا بغاو يوقفونا ما نعرف، ما فهمتش، او بغا يستعملوا معنا طرق اخرى. ولذلك كنقول لهم حنا راه ما غنعياوش، وغنحاولوا هذاك الشيء اللي تبقى لينا، رغم ان ما عرفناش بطبيعه الحال العمر ديالنا واش غيطول ولا غيقصر، ولكن كنقولوا لهم باننا هذا الشيء اللي باقي فينا غنحاولوا ما امكن انه كنتمناو الشفاء العاجل الاخوات والاخوه اللي بطبيعه الحال اللي ما يتمكنوش باش يحضروا. ولكن مع ذلك اناشد الاخوه المتقاعدين انه
تكون المشاركه ديالهم مشاركه يوم الاحد 3 مارس. وكنعاود نكرر 3 مارس 2024 راه الاحد عندها دلاله كبيره لمن يهمه الامر، لان باش ما يبقاوش يتهموا الاخوان والاخوات اللي خاصه هيئه التدريس انه كيضيعوا ولادنا. احنا سيدي غنديروا وقفه يوم الاحد، ويوم الاحد اللي خص واحد ياخذ فيه الراحه ويرتاح باش يستعد عاوتاني الاسبوع الجاي. وبالتالي فكان هذه رساله كنوجهوها للمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار باننا غنوقفوا نهار الحد وما غنضيعوش التلامذ. ولكن كنتمناو تكون استجابه واحد المجموعه ديال الحقوق ديال جميع الفئات بدون استثناء. راه الفئات كلها متضرره، والدليل على ذلك هو انه رغم صدور النظام الاساسي راه باقي واحد المجموعه ديال الفئات راه تطرقت لها في الحلقه السابقه. مجددا كنشكر جميع الاخوه والاخوات اللي تفاعلوا معنا، وكنتمنى يتم التعامل مع جميع الملفات بواحد الرزانه والتعقل، ويشوفوا المسؤولين المصلحه ديال البلاد. هادشي اللي كنطمحوا له ان شاء الله باذن الله، وكنتمنوا التوفيق والى حلقه مقبله ان شاء الله. وكنتظروا منكم التعليقات ديالكم والاقتراحات واللايك. شكرا جزيلا.